تخيلي معايا لو حد بينام وبيسيب باب الشقة بتاعه مفتوح وهو نايم ومطمن. انتي ردك هيبقى عليا ايه؟ ده تعبان في مخه، ده انسان اكيد مش طبيعي، صح؟ وده اللي احنا بنعمله في نفسنا لو احنا فضلنا في الحياة كده بنروح وبنيجي واحنا عاطين الامان، ما بنقولش اذكار الصباح والمساء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا بيها عشان تبقى حصن لينا، عشان تحفظنا وتحمينا من أي أذى، عشان تبقى يعني تعمل حواليكي هالة من النور كده بتحميكي وتحصنك وانتي سايبة نفسك. ولا بتقولي أذكار الصباح وتقولي أذكار المساء، ولا بتفتحي الباب تقولي أي ذكر وانتي نازلة. طب وما هو انتي بتتصابي بالأذى وبتتصابي بالحسد وبتتصابي بالهم وانتي مش عارفة ايه السبب، وانتي سايبة نفسك كده معرضة نفسك لأي حاجة. يبقى انتي اللي خسرانة، انتي اللي اخترتي من النهاردة ومن دلوقتي أذكار الصباح وأذكار المساء تحافظي عليها. حتى لو هتقرأي قل هو الله أحد بس، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بس دولة اللي هتقوليهم يا ستي، بس قوليهم. حافظي عليهم الصبح، حافظي عليهم بالليل. مش هيكملوا معاكي دقيقة واحدة من طول يومك، دقيقة واحدة من السكرول اللي انتي قاعدة عليه على الموبايل، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة قولي أذكار هتحميكي وتحفظك. دقيقة واحدة هتخليكي تعيشي في هم ولا تعيشي في سعادة. دقيقة واحدة. وبطلي بقى سكرول، بطلي سكرول، عشان السكرول ده هيعمل لك تعفن في مخك. عارفه يعني ايه تعفن؟ يعني مخك هيعفن زي عفن الخبز كده، مخك هيعفن من كتر السكرول. انت عماله بتشوفي حلو وحادق ومر وحزن وذبح وقتل وكل الحاجات دي، ده هيتعفن.